السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض كورس جديد، وهو كورس تحليل البيانات باستخدام ادوات ذكاء الاعمال لبرنامج مايكروسوفت اكسل. الكورس بتاعنا هيكون مقسوم على مرحلتين. في الجزء الاول هنتعلم يعني ايه مفهوم تحليل البيانات، وهنتعرف على ادوات التحليل البيانات من البداية. هنتعلم كمان مراحل التعامل مع البيانات وأنواع ومصادر البيانات المختلفة. كمان هندرس البيفت تيبل بشكل معمق أكثر كأساس أولي في تحليل أي بيانات. كمان هندرس معاه الباور كويري إديتور اللي هنقدر نستخدمه إن احنا نعمل كليننج أو نقدر نتعامل مع الداتا الكبيرة بشكل أكتر. في الجزء الثاني هناخد طبعا الجزء دوت او الكورس دوت مقسم على مرحلتين زي ما قلنا. الجزء الاولاني هناخد الاساسيات، وفي الجزء الثاني هنتعمق بشكل اكبر في اساسيات تحليل البيانات. هناخد في علم تحليل البيانات، وهنتعرف بشكل مبدئي على اهم الادوات المتقدمه او المستخدمه في تحليل البيانات زي الباور بيفت او الباور كويري اديتور. كمان هنتعرف على معنى كلمه داكس او داتا اناليسيز اكسبريشنز، ودي من اهم الادوات المستخدمه حاليا في ذكاء الاعمال او البي اي لتحليل البيانات. هنعرف كمان ازاي وامتى نقدر نستخدم الادوات ديت ونستفيد منها في تجهيز البيانات وتحليلها. طيب، في الفصل الاول او في الجزء الاولاني هناخد ايه بشكل مفصل ان شاء الله. بعد نهايه الكورس يكون عندك اتقان لاستخدام البيفت تيبل بشكل معمق او بشكل احترافي اكتر. وإن كنا أخدنا جزء عن البيفت تيبل في الكورسات التانية في كورس الادفانسد اكسل، تمام، لكن هنا هنتكلم أكتر عن البيفت تيبل بشكل احترافي أكتر. هنتكلم برضو مع بعض يعني إيه مفهوم تحليل البيانات والأعمال، إيه هي أنواع ومصادر البيانات المختلفة. كتير من الناس ما يعرفش إن مصدر البيانات دوت اللي أنا أقدر أعمل له تحليل، أو مصادر البيانات دي بتكون كتيرة جدا ومختلفة عن بعضها. بالتالي محتاجة عملية تحضير للمعلومات وتطبيق فلاتر عليها وترتيبها المختلف على حسب نوع البيان دوت. هناخد كمان تصميم معمق أكتر للبيفت تيبل بشكل احترافي ومفصل عن الكورسات اللي فاتت زي ما قلنا. هنتكلم كمان عن إظهار المعلومات بطرق أفضل، كمان تحديث مصادر البيانات وتفادي فقد المعلومات. كل دي حاجات مرتبطة بالبيفت كويري إديتور أو البيفت تيبل. كمان هنتعلم ازاي نعمل تطبيق لفلاتر متقدمة على البيفت تيبل. مش بس كده، كمان هناخد تطبيق ترتيب متقدم داخل يعني البيفت تيبل دوت زي ما قلنا. يعني باختصار شديد برضو احنا هنتكلم في الجزء الاولاني عن البيفت تيبل والباور كويري بشكل معمق اكتر. يعني هنقدر كمان نستخدم نعمل داتا جروبنج وان جروبنج للداتا. كمان هناخد شو فاليو از، ازاي اقدر اظهر القيم دي بشكل مختلف عن بعضها. كمان هنستخدم الكالكوليتد فيلد او الكالكوليتد ايتمز وهنعرف ايه معناها. نيجي بقى في الجزء الثاني هنتعرف على الادوات الرئيسيه بقى لتحليل الاعمال او لتحليل بيانات الاعمال المتقدم واكثر احترافا. هنتكلم امتى وليه استخدم الباور كويري او الباور بيفت وايه الفرق بينهم. يعني ايه باور كويري اديتور وتعاملها مع البيانات ازاي بيكون بشكل مختلف عن اي اداة تانية. وهناخد مقدمة على الباور بيفت ويعني ايه، وكمان هنتكلم عن الداكس او الداتا اناليسيز اكسبريشنز، وازاي هي اداة قوية جدا من ادوات تحليل البيانات. كمان هناخد بقى تحضير البيانات داخل باور كويري اديتور عشان تكون جاهزة، وهي خطوة الفيجواليزيشن. ده كده باختصار شديد الكورس بتاعنا هيكون عبارة عن ايه. خلينا نبدأ على طول في أول فيديو في الكورس بتاعنا. وعشان نخش الأول حابين نعرف إيه هو مفهوم تحليل البيانات. لو رجعنا بالزمن كده 20 سنة ورا مثلا، وقدامنا المنظر اللي قدام حضرتك دوت. لما كنت بتخش أي سوبر ماركت أو أي هايبر ماركت لو كان موجود، وبتسأل اللي موجود على صنف محدد، كان تصرفه كالآتي: بيروح يقول لحضرتك لحظة هخش أشوف الصنف ده موجود ولا لأ. بيخش يدور على الرف دوت والرف دوت اذا كان هو مرتب الحاجه او مش مرتبها، وبعد كده يرجع لحضرتك يقول لك والله الصنف ده موجود او مش موجود. ضياع كتير من الوقت والمجهود. كمان لو الموظف ده اكتشف ان الصنف ده مش موجود
بالتالي هو كده ضيع عليه فرصه ان العميل ده يشتري منه. دي كانت يعني دي كانت السيستمز او الطريقه اللي شغال بيها اي بزنس عموما يعني. لكن حاليا اي بزنس صغير سواء كان او كبير بيعتمد على برنامج حسابات يقدر من خلاله زي ما موضح يفتح جهاز الكمبيوتر ويعرف الصنف ده موجود او مش موجود. المعلومة اللي بيحصل عليها الموظف دي ناتجة عن عملية تحليل للبيانات بيقوم بيها البرنامج بتاعه، بيقول له بيقدر كمان يعمل له أو يعرفه إذا كان الصنف ده موجود، ولو موجود يعني موجود بكمية قد إيه، وحتى يقدر كمان يعمل له ريمايندر قبل ما يخلص الصنف بزيرو ستوك محدد هو بيحدده، ينشئ ليه تنبيه يقول له خد بالك الصنف الفلاني دوت قرب على الانتهاء، فانت لازم تكلم المورد بتاعك وتطلب منه كمية أكتر. بالتالي هنا بيبان الفرق بين صاحب العمل أو صاحب الشركة أو المؤسسة اللي عنده سيستم يقدر من خلاله يحصل على معلومات مفيدة تساعده في اتخاذ إجراء، من صاحب البيزنس اللي ما عندوش معلومة محددة وما عندوش سيستم حسابات أو سيستم يقدر من خلاله يحصل على معلومات تفيده في اتخاذ إجراء. الكورس دوت هيساعدنا إزاي نتعامل مع البيانات بشكل احترافي عن طريق البيفت تيبل أو البيفت كويري. المصطلحين دول اتكلمنا عنهم قبل كده في كورسات تانية، ولكن هنتكلم عنهم هنا بشكل معمق اكتر من الكورسات اللي فاتت. طبعا انا مش عاوزك تستغرب بعض المصطلحات اللي احنا اتكلمنا عنها سواء داكس او الداتا اناليسيس اكسبريشن باور بيفت او الباور كويري. كل دي مصطلحات وان كانت جديده عليك ان شاء الله يعني مع تقدمك في الكورس بتاعنا هتلاقي ان الموضوع بقى سهل جدا، ودي مصطلحات سهله وهتاخد عليه. المثال اللي قلناه من شويه مثال السوبر ماركت دوت هو باختصار شديد هو مفهوم فايده تحليل البيانات. نيجي بقى السلايدز دي هنتكلم فيها عن الداتا اناليسيس بروسيسنج او عمليه تحليل البيانات. بتمشي ببروسيس محدده، مش شويه بيانات وخلاص او شويه جداول وخلاص ان انا بعمل عليها عمليات تديني ايه معلومه. طبعا خلينا في البدايه نقول ايه هو الفرق بين الداتا والانفورميشن. باختصار شديد قلنا واحنا قلنا الفرق ده في اكتر من في اكتر من مكان. الفرق بين الداتا والانفورميشن او البيان والمعلومه لو هنلخصه في سطر واحد، ده البيانات انا باخدها بعمل عليها معالجه بالتالي تحصل على معلومات. يعني الانفورميشن هي بروسيسد داتا. الداتا او الرو داتا عباره عن العمليات اللي بتتم في المؤسسه بتاعتي، بتتسم بان هي كبيره جدا وكتيره جدا، جاست ان انا لو بصيت لها كده ما اقدرش اخد على اساسها اي قرار. لما باخد انا الداتا دي واعمل لها بروسيسنج اقدر احصل من خلالها على معلومه. طبعا الكلام ده وان كان معقد هيبان دلوقتي سهولته وبالامثله واحنا شغالين مع بعض. نيجي هنا زي ما قلنا عمليه او مراحل الداتا اناليسيز فيها حوالي 5 مراحل. اول حاجه مرحله الكولكتنج داتا او جمع البيانات. جمع البيانات دوت البيانات بتجيلي من كذا مكان، سواء انا داتا اناليسيس في مؤسسه كبيره او حتى مؤسسه صغيره. يعني بتجيلي البيانات بعض يعني بعمل لها تجميع في شيت واحد او في اكتر من شيت، في ملف واحد او في اكتر من ملف، بحيث ان انا اقدر بعد كده اتعامل معها. بعد ما بجمع الداتا دي بتيجي المرحله الثانيه من مرحله الداتا اناليسيس وهي الكليننج داتا. مش كل الداتا اللي بتجيلي دي بتكون داتا كليند او داتا منظمه. بقدر بعد كده اعمل لها تنظيف عن طريق ان انا مثلا لو جالي جدول موظفين مثلا في بعض الخانات فاضيه، بعض الاعمده مش مرتبه بالطريقه الصحيحه، في المرحله الثانيه دي بعمل كليننج للداتا دي او بنسميها نورماليزيشن للداتا، بحيث ان انا اقدر بعد كده اعمل للداتا دي معالجه او مانيبيوليتنج للداتا في المرحله الثالثه. مرحله المعالجه هنا مش هي مرحله الاناليسيس. في كتير من الناس بتخلط بين مرحله المعالجه ومرحله الاناليسيس. مرحله المعالجه انا بقدر من خلالها اضيف بيانات جديده باستخدام الداكس او باستخدام الاستاتيكت او باستخدام بعض العمليات الحسابيه، عن طريق ان انا مثلا اضيف كولم جديد، اضيف ميجر جديده، او اضيف حساب جديد يديني بيان او معلومه محدده. طبعا الحاجات دي ان شاء الله واحنا شغالين في الكورس هتبان لك بصوره اوضح يعني. يبقى اول مرحله ان انا بجمع الداتا او البيانات، بعد كده بنظم او بنظف الداتا دي، بعد كده بعمل معالجه للداتا ديت
عن طريق ان انا اضيف كولم او اضيف حساب محدد. بعد ما بعمل المعالجه دي بتيجي بقى المرحله الرابعه، وهي مرحله الانالايز داتا او الداتا اناليسيز، وهي دي محور الكورس بتاعنا اللي احنا هنتكلم عنه. وزي ما هو موضح ان انا ما ينفعش على طول حد يديني داتا ويقول لي خد اعمل لي داتا اناليسيز على طول. لازم الداتا دي الاول اشوف هي داتا كامله ولا ناقصه، لو ناقصه اجمع بقيه الداتا بتاعتها، بعد كده انضفها او اعمل لها نورماليزيشن، بعد كده اعمل لها معالجه. وخد بالك من مرحله المعالجه دي مهمه جدا، لان هي على اساسها هتسهل لك عمليه الداتا اناليسيز وبعد كده الداتا فيجواليزيشن. المرحله الاخيره بقى هنا وهي مرحله عرض الداتا، ودي احنا ان شاء الله في القناه هنا برضو هنشرح لها كورس لوحدها، وهي مرحله الفيجواليزيشن او مرحله عرض الداتا عن طريق داشبورد محدد او داشبورد احترافي زي ما هو موضح كده، تقدر من خلاله تحصل على معلومات بقى محدده، او اي معلومه انت تتخيلها عن البيزنس بتاعك تقدر تحصل عليها خلال الداشبورد دي. ده كده باختصار شديد مراحل تحليل البيانات. خد بالك ان كل مرحله مهمه جدا، وبينبني عليها المرحله اللي بعدها، فانت ما ينفعش تفوت واحده فيهم. وهنتكلم عن كل مرحله من دول بالامثله العمليه واحنا شغالين ان شاء الله. قبل ما نقفل الفيديو دوت خلينا نقول باختصار شديد برضو انواع الداتا اللي احنا هنشتغل معاها في عمليه تحليل البيانات. واحنا نقصد بانواع الداتا هنا الداتا سورس، مش نوع الداتا نفسه، سواء كان نوع الداتا ده نمبر تكست او خلافه، لا نوع الداتا ذات نفسه او نوع مصدر البيان اللي انا هشتغل منه. عندنا نوعين من مصادر البيانات او نوعين من الجداول، او خلينا نقول عندنا نوعين من المصادر. في بعض الداتا هتجيلك عن طريق وان داتا تيبل، وده عباره عن جدول كبير بيكون فيه كل العمليات بتاعت البيزنس. طبعا احنا مش بنفضل النوع ده من الداتا، ولكن هيجي لك وهتتعامل معاه خصوصا لو مؤسسه صغيره، وهنتكلم برضو عنه في الكورس واحنا شغالين. النوع ده من الداتا يعني فيه عيب يعني بيحصل فيه دبليكيشن كتير جدا، فبالتالي غير مفضل في عمليه تحليل البيانات. النوع بقى الاهم واللي انت هتشتغل عليه او اللي احنا هنشتغل عليه برضو في الكورس والمفضل والمميز، وهو مالتي داتا تيبل. مالتي داتا تيبل دوت، ولنفرض مثلا انت عندك شركه وعاوز تعمل داتا اناليسيز للمبيعات بتاعتها، فمثلا هتلاقي موجود عندنا جدول اساسي ورئيسي وهو جدول العمليات، وده بيتم فيه البيع او عمليات البيع اللي بتتم في الشركه. هتلاقي مثلا عندنا جدول تاني للمرتجعات، جدول ثالث للاصناف، وهكذا. اي حاجه ينفع تتعمل لها جدول لوحدها، جدول الموظفين، جدول المديرين، وهكذا. كل ما قسمت الداتا بتاعتك على جداول اصغر وبعد كده عملت ريليشن شيب بين الجداول دي، كل ما او العمليه دي بقى احنا بنسميها نورماليزيشن او تنظيف للداتا او معالجه للداتا. كل ما كترت عدد الجداول وقسمت الداتا اللي عندك على جداول اكتر، كل جدول بيحتوي على فئه محدده من البيانات. كل ده طبعا كل ما بقى افضل ليك وانت شغال على الداتا بتاعتك. دي كده كانت مقدمه عن محتوى الكورس اللي هنشتغل عليه ان شاء الله. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، ولو عندك اي سؤال سيبولي في التعليقات، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.